السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد من سلسلة Less is More لتبسيط الأمور. في الفيديو ده هنقدم حاجة في ناس كتيرة بحثت عنها أو ناس كتيرة محتاجاها، وهي إنك أنت محتاج لحن معين بتاع أغنية أنت مثلا نفسك تغني عليه، أو أنت محتاج إن أنت تزيل صوت المغني من على الأغنية دي. فالفيديو ده هيشرح إزاي تعمل فيديو أو صوت ساوند زي اللي أنت هتسمعوه دلوقتي. دي أغنية عمر كمال بتاعة الغربة، فأنا عزلت الصوت بتاع الصوت عن الموسيقى زي ما انتم شايفين كده. الصوت مش موجود بتاع عمر كمال مش موجود، والموسيقى موجودة. ده كده الوقت اللي هو بيبدأ يغني فيه. طيب تمام، ازاي تعمل صوت زي الصوت ده؟ لو انت حابب تضيف صوتك عليه او انت محتاجه في طريقة معينة من المونتاج بتاعك، فالطريقة سهلة جدا. هو موقع جميل جدا بيضيف الخدمة دي على الموقع بتاعه. الموقع ده عبارة عن أكابيلا. انت بتبدأ تجيب الصوت اللي انت عايزه. يعني انا نزلت مثلا أغنية بتاعت عمر كمال، يعني يعني انا مثلا نزلت الأغنية اهي، ابدأ اسحبها كده على الموقع وارميها في المكان الفارغ ده واسيبها. بتبدأ تبدأ تحمل وتدون، وبعد كده بتديك اختيارات. اختيار هو انت عايز الصوت من غير أغنية ولا عايز الأغنية من غير موسيقى. فبتبدأ تختار من الموقع نفسه، وبعد كده بيدولها لك، تلاقيها على الداونلود عندك، زي ما انتم شفتوها كده في العرض ده. طبعا الموقع ده تقريبا ما بيقدمش الخدمة دي مجانية كاملة، بيديك تقريبا 6 مرات أو 7 مرات تشتغلهم، وبعد كده بيبدأ يطلب منك فلوس. فأنت ممكن تستخدم من أكتر من جهاز أو تقدر تعمل أكتر من مكان وتقدر تستخدم الخدمة دي. وأظن أنت مش محتاج أكتر من 6 ساوندات. يعني لو عايز تغيرهم أو تخش الصوت من عليهم زي ما انتم شايفين كده، بيقول لك داونلود إن أنت كده هتنزل الأغنية. ف آه، فأنت بحاجة إنك أنت تنزل الموسيقى أو إزالة الغناء. هتدوس هنا إزالة الغناء، هيبدأ يجيب لك اختيار تاني اللي هو الأغنية من غير الصوت بتاع المغني، أو التراك نفسه من غير الصوت. إزالة الغناء، وبعد كده هتدون تحميل الأكابيلا من هنا، وتيجي نازلة لك في الكمبيوتر عندك. رابط الموقع هسيبه لكم في الديسكريبشن تحت. يا ريت متنسوش تعملوا لايك للفيديو ده وتشتركوا في القناة بتنزل حاجات كتيرة جدا ومنوعة بطريقة مبسطة. وإلى اللقاء في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.